السلام عليكم. حلقة 3 يلا عشان نلحق ننفع الناس باللي ربنا جعلنا مستخلفين فيه، وكل واحد وشطارته بقى. يعني في شخص ينفق من علمه، في شخص ينفق من أخلاقه الحميدة، وشخص ينفق من فلوسه. عايزة أقول لكم يا جماعة، في أوقات في حياتنا بتحصل مواقف تخلينا نمشي من أماكن كنا بنشتغل فيها، أو ننفصل عن أشخاص كنا مرتبطين بيهم. فتيجي بقى الجملة اللي مش لطيفة أبدا، اللي بنقول فيها يكش يا رب تتطربق على دماغهم بعد أنا ما مشيت عشان يعرفوا قيمتي. طيب، بمناسبة بقى ان احنا في الشهر الجميل اللي فيه مولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسأل بقى نفسنا سؤال كده يا جماعة، اللي هو هل على كل الظلم اللي الرسول عليه الصلاة والسلام شافه في حياته في تبليغ رسالة هو كان مكلف بيها حين وفاته بقى، هل كان بيفكر اللي هو أنا همشي دلوقتي على قد الظلم اللي شفته بقى يكشط الطربق فوق دماغهم عشان يعرفوا قيمتي، ولا كان بيفكر في قيمة الحاجة اللي هو بيقدمها؟ لأن كده كده هو قيمته محفوظة عند ربنا، كل حاجة متأيدة، مفيش حاجة بتضيع. لكن هو اللي كان بيفكر فيه مش إن الناس تعرف قيمته بعد ما يمشي بإنها تتطربق فوق دماغهم فيقولوا ده هو اللي كان مظبط الدنيا وهو موجود. لا، بالعكس، هو عايز يقدم قيمة بتنتقل منه للأجيال اللي جاية بعديه، فالناس تعرف قيمته بالسيرة بتاعته. يعني احنا ما نربطش قيمتنا يا جماعة ولا بالأشخاص ولا بالأماكن، احنا بنربط الفاليو بتاعتنا، القيمة بتاعتنا بسيرتنا احنا، بما نقدمه من نفع للناس. واللي نبقى مهتمين بيه ان هم يعرفوا القيمة دي بعد ما احنا نمشي، من الفايدة اللي بتفضل كأثر لينا، يعني تعلموها مننا. فخلاصة الموضوع هي ان احنا يا جماعة نهتم ان الناس تعرف قيمتنا بعد ما نمشي، مش بانها تتطربق فوق دماغهم فيقولوا ده هم اللي كانوا مظبطينها وهم موجودين. لا، بالعكس، احنا عايزين الناس تعرف قيمتنا واحنا موجودين، وحتى بعد ما نمشي بالنفع اللي هم بيفضلوا يستفيدوا بيه ويعلموه لغيرهم، فيقولوا الله ده احنا اتعلمنا كذا من فلان. وحتى لو ما قالوهاش، هي مكتوبة أصلا كده كده مش هتضيع.